عمرك دخلت انترفيو وطلعت منه مش فاهم ال HR اللي قدامك كان مرتاح ليك ولا لأ؟ طب عمرك حسيت انك فاهم الإجابة اللي بتتقال بس في نفس الوقت جسمه بيقول حاجة تانية خالص؟ النهاردة بقى مش هنشرح قواعد نظرية، احنا هنحكي عن لغة الجسد في المقابلات وازاي اوقات حركة بسيطة تغير مصيرك. فما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. واحد صاحبي كان داخل انترفيو لوظيفة كبيرة، قعد يتكلم بثقة وكان بيجاوب صح، لكن في الآخر اترفض. عارف ليه بقى؟ المدير اللي قبله قال له كنت ممتاز جدا بس حسيت انك متوتر، وده باين في حركتك وايدك اللي مبتوقفش تتحرك. ساعتها صاحبي اكتشف ان لغة الجسد فضحت حاجة هو كان فاكر انه مخبيها، فالجسم ساعات بيتكلم بصوت اوضح من الكلام نفسه. وعلم النفس بيقول ان اول 7 ثواني في اي مقابلة الشخص اللي قدامك بيكون عنك الانطباع الاول. الكلام مش كفاية، 55% من الرسالة بتوصل من لغة الجسد و38% من نبرة الصوت، والكلام نفسه مجرد 7%. يعني حتى لو جاوبت إجابة كاملة، حركة إيدك أو قعدة الكرسي ممكن تغير المعنى كله. فأوقات التفاصيل الصغيرة بتخلي الصورة كلها أوضح. تخيل نفسك كده جوه انترفيو والمدير ساب الكرسي ورجع لورا وضم ايده على صدره. ناس كتير ممكن تفتكر ان ده معناه ان الراجل زهق، بس في الحقيقة ساعات دي بتبقى حركة دفاعية معناها انه لسه بيفكر او بيقارن. يعني ما تستعجلش وتقول خلاص هو مش عايزني. اللي يفهم لغة الجسد يعرف ان في فرق بين الرفض وبين ان الشخص لسه بيقفل على نفسه عشان يركز. فمش كل ايد متقفلة معناها باب مقفول، ساعات بتبقى لحظة تركيز. بس خد بالك، مش معنى كده اننا نقرا كل حركة كأنها كتاب مفتوح. في ناس بتفتكر ان اي ابتسامة معناها قبول واي توتر معناه رفض، لكن ده مش دايما الصح. اللغة دي محتاجة تتقري في السياق كله، زي المكان والكلام والموقف. يعني ممكن المدير يبص بعيد عشان عنده صداع مثلا، مش عشان انت مش عاجبه. واللي فاكر انه بيعرف يفسر الكلام ده ممكن يقع في فخ احكام الغلط. فما تحكمش عن تصرفات الناس من وجهة نظرك بطريقة بحتة، وتحكم عنهم بالنية لقراءتك للغة الجسد، عشان الفهم الحقيقي بيجي من الصورة الكاملة مش من لقطة واحدة. يعني في مرة بنت أعرفها دخلت انترفيو، جاوبت كويس جدا، لكن في الآخر قالوا لها انت شخصيتك قوية بس حسينا انك مش مهتمة بينا قوي. لما رجعت تحكي لقيناها انها طول المقابلة كانت قاعدة متكتفة ومش بتعمل كونتاكت طويل بالعين. هي ما كانتش قاصدة، لكن لغة الجسد اللي جواها من غير ما تاخد بالها. وهنا فهمت اللي بيشوفك بيسمع جسمك قبل ما يسمع صوتك. فالصدق في لغة الجسد بيبان حتى لو حاولنا نخبيه. ففي الآخر قراءة لغة الجسد مش سر حربي، ومش معناه إنك تبقى عراف أو بتفسر كل نفس أو حركة، لكن لما بتفهم إشارات بسيطة تقدر تتواصل أحسن وتدي صورة أوضح عن نفسك. والأهم إنك ما تضحكش على نفسك وتقول أنا واثق وجسمك بيقول غير كده، لأن في المقابلات الصدق بيطلع من جسمك هو اللي بيكسب. فأوقات الوضوح مش في الكلام، لكن في الطريقة اللي جسمك بيقول بيها الحقيقة. وفي النهاية لغة الجسد مش قلة حيلة، دي مهارة بتكشف اللي ورا الكلام. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، وأتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.